من أكبر المفاهيم الغلط الموجودة عندنا إن الحالة النفسية للإنسان مرتبطة بقوة إيمانه وعلاقته بربنا، وده بيحصل لما بنحس بالضيق والحزن بالرغم من مواظبتنا في الصلاة والذكر وباقي العبادات. وده اللي أكده كتير من أخصائيين الطب النفسي، إن كتير بيعتقد إن المشاكل النفسية دي غضب من ربنا عليهم أو سبب في إنه مأثر في علاقته بربنا. لكن الأمراض النفسية هي أمراض زيها زي الأمراض الجسدية بالظبط، في منها حالات بتبقى بسيطة وفي منها حالات بتحتاج لعلاج، ومش بالضرورة برضو إنها بتبقى بسبب ضعف في شخصية المريض، لكن ممكن يكون مر بأزمة كبيرة ومعرفش يتخطاها أو يحلها، وتكوينه الأسري والنفسي مخلوش يعرف يواجه مشكلته أو يسعى إنه يحلها، ومن هنا اتحولت لمشكلة نفسية كبيرة وأحيانا الاكتئاب. أكدوا كمان إن اللي عنده مشكلة نفسية مش مجنون، وإنه مرض عادي، لكن أعراضه بتكون غريبة شوية وخارجة عن نطاق الواقع. فالمرض النفسي أو المشاكل النفسية إنها تتصنف دايما في دايرة البعد عن ربنا، فده غلط. في مقال لطبيب نفسي بيقول إن معظم المرضى اللي راحت له بيكونوا قربوا من ربنا كتير وحاولوا كتير في الطريق ده، عن طريق بقى شيوخ أو قسيسين أو حتى دجالين، وعملوا كل حاجة ممكن تخطر ببالكم علشان يقربوا من ربنا، علشان ما يروحوش لطبيب نفسي، لكن برضو ما تحسنوش. وقال كمان إن كتير من اللي حصل لهم اضطرابات نفسية كانوا أكتر الناس تدينا، وبالرغم من ده تلاقي كل اللي حواليه بيقولوا له طب حاول تقرب أكتر من ربنا. فالطبيب بيقول في مقاله إن الجملة دي لما بتتقال لمريض الاكتئاب اللي جزء كبير من أعراضه هو الشعور بالذنب، فده بيخليه يحس أكتر بالذنب وبالتالي هيكتئب أكتر، وده بيخلي الاحتمالات السلبية في حالته بتزيد سوء. وبيقول كمان إن احنا ما نقدرش ننكر إن كل ما كان الجانب الديني والروحي في حياتنا قوي، كل ما كانت قدرتنا على تخطي مشاكل كتيرة بنواجهها هتبقى أكبر وهتعدي بدون آثار سلبية، لأن العلاج النفسي أصلا قائم على 3 أبعاد أساسية: البيولوجي والنفسي والاجتماعي. فممكن إنك تمر بأزمات واضطرابات نفسية حتى لو كنت قريب جدا من ربنا، لكن خليك متأكد إن حزنك وأزماتك وانت بعيد عن ربنا هتكون أكبر بكتير من إنك تعديها وانت قريب من ربنا، لأن مع كل صلاة ودعاء حزنك بيقل وقلبك بيرتاح. بس برضو خلي بالك إن في حالات من الأزمات بتستدعي لزيارة أخصائي طب نفسي، فلما يكون حد حواليك ويقولك أنا مخنوق ومتضايق ومش عارف مالي الفترة دي وعاوز أقعد لوحدي على طول، ويظهر عليه أعراض اكتئاب وعزلة، ما تقولهوش ما هو لو انت قريب من ربنا وبتصلي ما كنتش هتحس بكده، لانه ممكن يكون بيصلي فعلا وبيعمل عبادات كتيرة يمكن اكتر منك. كل اللي عليك انك تسمعه بكل هدوء وتحاول تخليه يعبر عن اللي جواه، يمكن فعلا وقتها تحس انه في معاناة ومحتاج يروح لطبيب نفسي يساعده في انه يخرج من الحالة دي. فمش كل تعب نفسي معناه ان انت مش قريب من ربنا، ومش معنى ان احنا نكون قريبين من ربنا ان احنا ما نحسش بأي ضيق او حزن او اي احساس بالاكتئاب.